السلامة. بعد يسلمك. من قريبة. لا لا ابد ماكو لا قهر ولا بكي ابد حبيبتي. هاي شوفك دبي ان شاء الله حبايبي. يلا باي 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 باي. يلا اليوم مطر اليوم. خير طبتكم يلا طبينا مطر. مطر وجيتوا مطر ابدا. الله يسلمك. يلا من اسعد ديما من يمك. يلا حبيبي باي باي. باي باي ولد جدو باي باي باي. سلمت على ايه ام فهد؟ ايه ان شاء الله حبيبي. راح نشتاق شوارع بغداد. بس يلا احنا اليوم ما ردنا نسويها هيك يعني بكي وما اعرف شنو اجواء ودراما، لانه عرف نفسنا صرنا قريبين. دبي مو مثل كندا نقدر كل ما نضوج نجي. فشفتوا يعني بس بوس عادي صار بالداخل يعني مفطورة اخوة. اخر يوم واحد من يريد يسافر يكون كل ضايج. بس هسه دابا على الشوارع مال بغداد مو لاخر مرة ان شاء الله. ان شاء الله اصلا عن قريب وانا عندي يعني شغلة واجي اتشلب بحسين واجي ان شاء الله. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اشتقيت لكم هوايه ورجعت لكم بفيديو جديد اليوم من المطار مباشره. خلصت اجازتنا وبعد لازم نرجع على دبي، لانه ديما ويوسف ان شاء الله باكر عندهم دوام. تخيلوا يعني اليوم نوصل على دبي مجرد احضر شغلاتهم وشي خطيه وينامون باكر يداومون المدرسه. ف صح أنا ضايجة وشي، بس الحمد لله لأنه أعرف نفسي قريبة فخلص وداع كان ما بي دموع وشي. وإن شاء الله يعني بالأيام الجاية أنا عندي شغلة احتمال يعني أجي وحدي ما أعرف، خليها بوقتها إن شاء الله. المهم حبايبي اليوم راح آخذكم وياي نوصل. طبعا كلش مشتاقة لبيتنا، صح أنا تونست وشي بس يبقى الواحد لا يعني أكيد يشتاق لبيته. فيلا خلوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا تعالوا ناخذكم ويانا من بغداد إلى دبي. مطارنا المميز بالسقف مالته كلش أحبه يعني. شكرا. جودتك السادة. ايه ثانك يو. شو ماكو حمامات؟ مو المفروض هذا السقف فيه حمامات؟ ماكو. زين بارد اليوم. وحتى اكلاتنا بالمطار عراقيه بحته. صحن كوبايه حلب، هاي الكوبا مال بوتيتا شاب، البورك مالتنا، شوفوا اللحم بعجين. اكلنا بالمطارات غير شكل. الطيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا رددوا وراي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. باي باي بغداد. المفاجأة انه اول ما نزلنا لقينا اسمي مو اسمنا. واكو احد منتظرنا. صراحة بديت اخاف واني شو تعبانة. تعال
جوا. يلا طفي. ليه صعدي؟ ليه صعدي؟ ليه صعدي؟ ما تدرون الصدمة. وبعدين أطب جوا قاعدة صار لي ساعة هنا هيك درد نحرك، وبعدين أشوف بالأخير مال الليموزين أكو هدايا. واو هاي طبعا صديقتي ملكة المفاجآت، ملكة المفاجآت. والله توقعت. صدق انصدمنا. ريمة ويوسف هو اصلا مو اني مصدومه هالقد. صدق. شنو رأيك شو المفاجأة؟ ما شايفه بس أحلى مفاجأة من إنه هي كانت موجودة. هاي أحلى مفاجأة. بابا السيارة. شنو شعورك؟ هاي مفاجأة؟ والله انصدمت وبكيت خصوصا يعني من شفتها كلش يعني انهاريت لان صدمة. توقعت يعني مثلا بس يعني قالت انه شلون خلينا نقول يعني سايق يودينا يعني يستقبلنا يودينا للبيت، بس انه اشوفها يا صورس انه اشوفها ليموزين وبينك وهاي الاجواء شوفوا من جوا شلون حلوة. جنن ابا هذا على الكيكه. هابي بيرثداي فوفا. شوفوا لين هي تقول لي فوفا. شوفوا انا من اناس. ماذا يفتح. واخيرا فتح. ايوه اخيرا. بسم الله. حتى هاي الاسكت بينك. هاي شاي نفاخة الحين. تعالوا خلينا نشوف شنو هذا الشيء يعني كيوت. اوه دولتشي اند جابانا. مع ديما. اوه ماي جاد. واو ضاعوا. جنن. طبعا دولتشي اند جابانا يعني بعد ماكو داعي. بس الخطوة تحفة. جنن. شنو رأيك؟ جلطي هذا البيبي مالتي الجديد راح ينضاف. واو جنن حياتي الذوق يعني شنو اقول. هي شافت والله العظيم شافت الصدمة وشافت الدموع. والله يعني صدق انصدمنا. يعني ما ادري يعني كل توقعي راح راسا جيت شيت بالسياره. وتدرون يعني ايش قد ظليت قاعده ويعني حكيت وياها وصعدنا وقاعده. بعدين شفت الهدايا هنا والكيك. والله العظيم ما ادري هناك باقيه بالطرف من الرهبه. بصراحه هي اول مره يعني احد يسوي لي هيجي. يعني ذلك انصدمت. حياتي تسلمين. شكرا. يعني اصلا كلمه شكرا قليله بس يعني ما ادري شو اقول. اللي هسه بعدنا مراجع للبيت يمكن دا يسوي لنا تور، بس يعني توقفت الاغاني شويه على مود التصوير. بس اللي يعني الاجواء تخبل ويمكن البرة يشوفونا. مو حسين؟ لا والله العظيم يمكن يشوفونا. بس احنا كل شيء بدنا نشوف، حتى بدنا نعرف احنا هسه وين وصلنا وين صرنا. تجيني اختلف حالي على جيتك ما يكتب أبدأ الصورة وين نفخ بلا أقدر. لازم بعد الناس الحلوة دي كلها مخلصة. اوه ماي جاد بالخا شكرا. وصلنا للبيت وشوفوا هاي السيارة اللي جابتنا. واو. طبعا يعني والله العظيم تجنن. تحفة وايش قد حلوة. احلى شيء انه لونها بينك. تجنن. يلا تعالوا مشتاقين للبيت. شو رايك بالسيارة؟ جنن. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مشتاقة لبيتنا والله العظيم. كلش مشتاقة كلش. خليني اشغل اضوية اكفو.
ما شاء الله بس ما كلها ريحة تراب. ما شاء الله لا حاره ولا تراب ابد حتى تعرف شو اسمه التنظيف قبل السفر ايش قد يفيد. شيك الثلاجة بس باع والله احس البيت لا هو اكو تراب صراحة حسين. اي قليل يعني بس هو لانه اني منظفة قبل الهاي فاوكي يعني هيك شيء باعوا بسيط يعني. بس والله مشتاقة للبيت. كيكة هاي لقى قطعة مع هاي الكيكة اللي باقي منها واحدة اكلوها بالسيارة. هاي الهدايا قبل لا يعزل المحلات. اي هسه نروح نتسوق. بس صدق مشتاقة للبيت. شوفوا خشمي احمر لانه بكيت بصراحة. صدق انصدمت من المفاجأة اللي محضرت لي اياها كانت صديقتي. طبعا هي كانت قبل لا اسافر من دبي دائما على عيد ميلادي ومحضرت لي شيء وصارت سفرتي لبغداد. فتوقعت يعني عيد ميلادي خلص راح يعني يوم 19/4 فما ببالي انه هي لحد الان هيك ببالها. والله العظيم تفاجأت من دق تليفوني اول ما دخلت على دبي. المهم فبكيت وشي بس المهم شفتها وحضنتها كلش تونست كلش يعني كان فد شي كلش حلو. حتى ديمو يوسف تونسوا يعني ما اقدر اوصف لكم الحالة بعدني باثر الصدمة. المهم مثل ما قال حسين هسه اكثر شغله لازم هسه نروح نسويها اهم شغله مو اكثر شغله انه نجيب شغلات اكل. البيت ما بي شغلات تنأكل ابدا. ثلاجه اني قاعد شتها قش قبل لا نسافر ولانه باكر ديما ويوسف يداومون خطيه فلازم يجون لهم سناكات شغلات وكارفور بعد له نص ساعه ويعزل. فلو نلحق لو ما نلحق بس لازم نروح. قال حسين حتى اذا ما لحقنا نشوف هاي اكو محلات ماكو بالبنزين خانات شيء المهم نجيب لهم شغلات. انا توقعت اوصل قبل هذا الوقت بس تدرون يعني المفاجاه وشي والتهينا صراحه يعني هي هاي الاكثر. قمت ما اعرف احكي خلينا نروح اشوفكم الثلاجه ونطلع. بقى شلون فرغتها ما مخليه بيها ولا شيء فلازم هسه اروح. لا والله عندي هاي هنا بصلايات زين والله بعدهم ما بيهم شيء. وحسين لاقي هنا قواطية بيبسي اللي حاطتهم من قبل لا نسافر. فهسه لازم ننطلق اروح اجيب لهم شغلات على السريع. شنو هاي التغييرات صايره بالمنطقه احنا ما ندري. ترانسفورم بليس مفتوحه هنا يمنا بعد حتى واحد يجي راسا يشتري ملابس وشغلات. شوفوا عندهم كل هنا يعني هذا هو المحل يجيب كل البراندات بس تكون باسعار مناسبه. شلون يعني كان عندنا وينرز بكندا بالضبط نفسه. هنا الاديداس البومه. اريد الاشياء الاساسيه على مود باكر الدوام. راح اخذ من هذا الكب كيك ما الحق اسوي. اخذ هذا انا دائما الصغير احب لهم كسناكات يعني للمدرسه. طبعا عيش وطبعا توست. اخذ لهم كرواسون. هذا اي صدق هذا طيب. اي طيب هذا كنا نجيب لهم اياه بكندا يحبوه ناخذ لهم اياه. طماطة ما اقدر بدون طماطة ما احس يعني اقدر اقعد بالبيت وما عندي طماطة. هاي احبها كلش. السوق بس افكر اهم شيء بالاشياء اللي هم يحتاجوها واشياء المدرسة لا اخذها. اهم شيء البامية. جبت شغلات سريعة يعني مال مستعجل بس على مود باكر المدرسة وتقضينا اللي لازم باكر الصبح اقعد اسوق على راحتي انظف البيت. على شوفكم يعني مو كل الاماكن طلعت نظيفة لا طلع حسين برا ما احكي لكم التراب اللي برا. باعوا شلون التراب اللي هنا هيك كله صاير هذا تراب. وهذا المنشر تخيلوا هو كان هناك مكانه لقيته هنا جاي معناها صايره فد هويه او يعني دائما هنا يصير هواء عالي بس تراب اصفر مو طبيعي. بس شنو هاي انقذت الموقف المنظم مال السقي مال الحديقه. هذا طبعا احنا موقتيه مرتين باليوم يشتغل ويسقي الزرع. فتشوفون يعني هاي كل الشغله مفيده الواحد اللي عنده سفر او شيء. فتباعون الزرعات كلهم ينسقون وبالعكس كبرانات ما شاء الله وطالع بيهم ورد. بس هي تراب يراد له تنظيف وكوم شغل. ان شاء الله باكر من الصبح اقعد حتى بس استلم هذا الشغل باع التراب. شوفوا تراب يعني
مو طبيعي. بس اكيد يعني احنا هم تقريبا هو مو شهر ترى، تدرون اقل من شهر، صار لنا اسبوع كامل مال رمضان قضيناه هنا وباعوا ترابه. هاي دا افكر هسه بالتنظيف مال باكر. شوفون من هسه شايله هم الباكر، بس هو اني اصلا باكر راح اقعد من وقت لان ديما ويوسف عندهم مدرسه، فما راح انام. راسا ابلش بتصفيه، اول شيء انظف وبعدين افتح الجنط حتى ما تتوسخ الهدوم وشي، وبعدين تخطيطات، وبعدين ابدي اغسل هدوم وهكذا ما ادري، واروح اسوق. هواي باكر عندي شغلات اسويها يعني، فهسه عقلي دا يشتغل. كنت اركض يعني عفتكم ورحت بحيث باع شربت بطل مي كامل. هسه قعدت كلش تعبت لانه تدرون اني ما اريد انظف اليوم، احب تنظيف الصبح اصلا وجايه تعبانه وشي، بس اكو ترتيبات لازم اسويها حتى نقدر يعني شويه ننام مرتاحين. كلها بالطابق الفوق. ديما ويوسف غسلوا وحضرت ملابسهم، صاروا كل واحد بفراشه. جهزت اشيائهم الحمد لله، المدرسه باكر دوام يعني، فتعبت كلش. واني اصلا اليوم هو يعني تدرون واحد سفر وشي فيكون متعب، وكنت كلش ضايجه. ما تتخيلون يعني من دا اسافر ما بينت اني لاهلي او حتى لديما ويوسف لحسين انه اني ضايجه ولا بكيت ولا شيء ابد، لان ادري بنفسي اروح واجي وهاي. بس يعني تدرون هناك هوايه تونست. رمضان كان يختلف كلش بالعراق، والله احلى رمضان وعيد بحياتي، لانه بالعراق قريبه على اهلي، قريبه منكم انتم همين اللي تتابعوني. كلش تونست بهاي الفتره. فمن سافرت كنت ضايجه، بس المفاجاه اللي سوت لي اياها صديقتي من جيت لهنا غيرت مزاجي، خلتني يعني نسيت الضوجه، تونست كلش يعني. كانت مفاجاه صدق يعني مفرحه، ماكو يعني كلش تونست بيها. فثانك يو حبيبتي، تسلمين، شكرا جزيلا، الله يخليك الي. فهاي غيرت مزاجي بصراحه. المهم حبايبي، وها اكو شغله ثانيه همينه اني يعني ليش ما منزعجه كلش من هالمره من سافرت، مو بس لانه صرنا بدبي وقريبين وتختلف على كندا واحس رايحه جايه، بس لانه اني اعرف بالفتره الجايه يعني عندنا يعني شغله ثانيه ببغداد ولازم اروح يعني، فحاسه انه قريبا هم راح اكون هناك، فلذلك مرتاحه. المهم حبايبي، حبيت اشارككم هذا اليوم، تدرون اشارككم كل شيء، انتوا شاركتوني المفاجأة من اللي سويت لي اياها صديقتي. ان شاء الله حبيتوا الفيديو واستمتعتوا وياي. باكر راح نبلش انا وياكم، باكر لازم ننظف البيت ونسوي هواي شغلات، واطلع اتسوق وشي، نرجع روتيناتنا ودوامات ومدرسة. وانتم همين هسه رجعتوا امتحانات وشي، اعرف هسه كل الامهات التهوا بالتدريس والمدارس وشي، فنرجع ليومياتنا بعد ماكو سفرة، ماكو شنو سفرة، ماكو ونسة، ماكو مطاعم، ماكو طلعة، ماكو كل هاي السوالف. نرجع روتيناتنا مال الامهات يعني ان شاء الله من باكر. فان شاء الله استمتعتوا وياي، حبيتوا الفيديو، وخلوا لايك واشتركوا بالقناة. انتظروني فيديو جديد، تصبحون على الف خير، باي باي.